طيب مصطفى، يمكن مصر النهارده بتمر بفترة تاريخية، ثورة طبعا 25 يناير، وانت يمكن من الناس اللي ما ظهرتش خالص خلال الثورة وقالت رأيها في أي حاجة. شايف ده ازاي؟ وعشت الثورة ازاي؟ وشايف مصر النهارده وصلت فين؟ بس خليني قبل ما تجاوب ناخد تليفون ونقول الو. الو. الو، مساء الخير. مساء النور. مين معايا؟ ممكن اكلم استاذ مصطفى؟ طب هو النجم مصطفى عمر معاكي، بس مين معايا؟ مع حضرتك العشق الممنوع نورة. العشق الممنوع نور. طيب معاكي النجم مصطفى. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. انت نور العيش الممنوع. انت مهند عندك؟ اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. ده اسم حركي مش كده؟ حضرتك جدا. اسم حركي ده صح؟ يعني مش عايز تقولي اسمك الاصلي صح؟ ممكن تعرف حضرتك لو سمحت؟ بقول لك ده انت ما بتقوليش اسمك، يعني بتقولي اسم المسلسل ليه؟ اشمعنى المسلسل التركي؟ اسم عجبني منه سمعت المسلسل قبل. لا هو كمان بصراحه. نورة، ليكي أي أسئلة لنجمنا؟ ايوه طبعا. اتفضلي يا حبيبي. حضرتك استاذ مصطفى. لا انا عندي موهبة. اتفضل. عايزة حضرتك تسمعني، يعني بطلب من حضرتك بس مساعدة مش أكتر. طيب انا هقول لك على حاجه، عشان طبعا احنا وقت البرنامج واحنا قربنا وكده، فانا هسيب الارقام عند الكنترول، وان شاء الله حتى حضرتك تبقي تيجي تشرفي في الاذاعه، واستاذ حميد الشاعري هيسمع صوتك. وطبعا حميد انت عارفه بقى طبعا بيبقى معجب جدا بالاصوات الجديده، وعمل حاجات كتير جدا لناس كتير جدا. يمكن عايز اقول لك حميد يعني قدمني انا وايهاب توفيق وحكيم فلو انت فعلا موهوبه، انا رايي يعني قبل ما نعمل التست ده تبعتي اسطوانه او سيهايه عليها صوتك. وبعدين هو لو كده ممكن يبقى حضرتك تشرفينا فيه. هو التدبيسة دي حلوة. طيب لا والله التدبيسة قوية. لا والله خالص. انت اسمك ايه؟ نورة. طب احنا معانا اتصال تاني من محمد. الو محمد، سامعني يا محمد؟ وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. ايوه يا محمد سامعينك، انت سامعنا؟ سامعك يا باشا. انت بجد معاك السوبر ستار لحظة واحدة. مصطفى قمر. انا سامعك يا باشا. طيب معاك انت بجد منور، صوتك منور الشاشة وصوتك جميل جدا بأمانة، ومن زمان جدا انا بحبك. ربنا يخليك يا قمر. انت وطي شويه وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. وطي الاثنين. ممكن ما تسمعناش هتقولك خالص تاني. طفيته خالص. ايوه احسن كده. السلام عليكم. مع السلامه. احنا بنحب نهزر. انت اسمك ايه؟ محمد المصري. ماشي يا محمد، اخبارك ايه؟ الحمد لله. محمد، في اي سؤال تحب توجهه للسوبر ستار مصطفى قمر؟ انا نفسي اعمل لنا حاجة تاريخي. تاريخي يعني تقصد مسلسل ولا فيلم؟ لا، مسلسل يكون تاريخي. والله تصدق بقى وبأمانة انا كاتب رسالة للمسلسل ده ونفسي في جيت انتاج تقدمه. طب هقول لك على حاجه بقى، ده احلى حاجه اتقالت النهارده عشان تبقى عارف بقى، لان فعلا انا يعني هي فكره، لان هي فكره انا بحب الافكار الجديده وبحب اجرب. طبعا فكره حلوه جدا 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 جدا، هي فكرة جميلة، بس وبالذات ان هو بس خلي بالك هي مكلفه. مكلفة جدا كده. هي بس مكلفه جدا، بس ان شاء الله يكون في انتاج، يعني هحاول ويا انا رب بجد اكون انتاج حلو. انا عايز سني 19 سنة، وانا في ثالثه اعدادي وانا بكتب افلام ومسلسلات واشعار وكلام من ما انت فكرتك جامده جدا، يعني واضح يعني والله العظيم في جيت انتاج كويسه يا مصطفى، ونفسي اتكلم بحضرتك كده في الموبايل بتاعك كده على طول. خلاص انا بص في الكنترول هتلاقي ان شاء الله بعد ما يقفلوا معاك هتلاقي التليفونات والايميل. محمد، من شديد اتصالك يا محمد على الفكره الجميله دي، متشكر جدا. مصطفى، نرجع تاني للثورة واحداث الثورة ومصر النهارده. عشت الثورة ازاي؟ شفت مصر ازاي؟ كنت مع ولا ضد؟ واحنا بعد الثورة انا عايزة بقى، مش عايزة دبلوماسية خالص. وايه يعني اصلا مفيش حاجه اسمها دبلوماسيه في موقف وطني. ده نمره واحد. نمره اتنين، انا موقفي قلته من غير ما اتكلم. ده مبدئيا مش هقول لك ليه. لا مش عشان انا، لا مش موضوع ان انا طلعت غنيت اعلى يا مصر باول الاحداث، لا الموضوع مش كده، الموضوع مختلف. موقفي ان انا كان ممكن جدا اسافر واسيب بلدي. طبعا مظبوط ولا لا؟ مش انا كنت قادر كتير عمل كده طبعا. مش انا كنت اقدر اسافر. طب انا ايه اللي مخليني قاعد في بلدي وقاعد مستحمل؟ ايه اللي خلاني انزل؟ انا
كنت بحمي بيتي واقف تحت البيت بشومه بعصايه اخد بالك. والله بجد بحمي بيتي وبحمي جيراني، مش بيتي بس، بحمي بيتي وجيراني وبحمي الناس اللي واقفين في التحرير، لان لو انا مش واقف تحت البيت اللي كانوا واقفين في التحرير كانوا هيجوا يحموا اهاليهم. فانا مش ببرر لك كمان انا ليه ما روحتش، لا الموضوع كله ان انا معلوماتي عن الحياه السياسيه هي اللي اخدها من جورنال الاهرام والاخبار والتلفزيون المصري والجرايد المعارضه والتلفزيون المصري. طبعا هو كلام ارضاء بس. لا فمعلوماتي كانت زي معلومات المواطن المصري العادي. لا اعرف الفلوس اللي اتسرقت دي قد ايه واتسرقت ولا لا، ما اعرفش كميه الفساد ان هي بالشكل ده. اولا ما تقدريش تقولي لي ان الشباب اللي عملوا الثوره يوم 25 يناير كانوا عارفين خطوات التسلسل الرباني اللي حصل ده، ان هم كان هيوصل للطريقه دي. اول يوم احكي لك اول يوم انا كنت مش فاهم حاجه خالص. انا شايف شباب واقفين زعلانين طبعا عشان انا راجل عندي بعد نظر، ما طلعتش في التلفزيون طبعا اغلط في الشباب دول، لان الشباب دول لان الشباب دول منهم انا عايز اقول لك انا منعت اولادي ان هم ينزلوا، منهم اصدقاء ولادي ومنهم انا بعتبرهم بقى اولادي خلاص، فدول انا كنت خايف عليهم وهم واقفين هناك. فانا مش هقول لك ذكائي لا، لكن فطنتي قالت لي ولا تليفون ولا حاجه، انا بتابع زي اي مواطن عايز اعرف الناس دي طالعه تعمل ايه. ابتدت تبقى في مطالب اسقاط الحكومه، فرحت بالخبر لان انا كنت من الناس المضرورين جدا بالحكومه في موضوع واحد بس، ما اقدرش اكلمك عنه، ما اقدرش اكلمك عن اكتر من كده، لان انا اللي ما اتكلمش قبل الثوره ما ينفعش اتكلم بعد الثوره. انا قلت الضرايب انا بتحاسب ضريبيا 3-4 مرات في السنه مثلا، اخد بالك. فيعني في حاجه اتعمل لي تهرب ضريبي في ضرايب انا دفعتها اوريدي مش عليك ابدا. فحاجات بقى قيسي على ده حاجات كتير جدا، ان انا ان المفروض ان انا اخد بده خدمات في بلدي، وان انا احصل على حاجات ما بحصلش على حاجه. فانا كنت حاسس مثلا اروح هدفع جمرك لعربيتي، هدفع رقم كبير جدا جدا. طب انا عايز اعرف طب انا الفلوس اللي بدفعها دي العربيتي بدفعها ليه؟ اذا كان عربيتي هنا عربيتي الالماني اغلى من المانيا، يعني الناس اللي تعبوا فيها وصنعوها وكسبانين فيها بيبيعوها بنص ثمنها. انت متخيله قد ايه حاجات كتير جدا. ده الكلام ده كنت بقوله قبل الثوره وبقوله بعد الثوره. فوقت لما حصل الموضوع ده وصل يوم 28 انا استفزت جدا واكاد اكون اكتئبت. انا جالي اكتئاب فتره طويله جدا جدا. يوم 28 لما شفت الولاد بينضربوا كان احساسي وحش جدا جدا. كنت حاسس ان هم يعني ولادي انا عايز اعمل لهم اي حاجه. فبقى عندي سخط على النظام، على النظام كله، وبقيت معاهم يسقط النظام. احنا عايزين كل حاجه، عايزين خلاص نعيد الموضوع من اوله. طب يا ريس انت ساكت ليه؟ انا في الاخر بقى قلت له افنحها بقى خلاص. انا خلاص مصر كلها لا فضلت اقول يعني الكلام ده كنت انا بقوله. كنت احيانا زي المجنون اقول لك على حاجه ممكن تضحك عليها، كنت اقف في البلكونه ازعق كلنا في الشوارع وفي البلكونه وتحتيه دكتور طيب كده في بص الله يا استاذ مصطفى ايه دكتور عمر عمل حاجه اقول له لا مفيش حاجه. فلا بكلمك بجد والله انا كان عندي حاله فظيعه جدا، حاله عدم شعور بالامان طبعا. حسيت ان الناس دي ظلمتنا جدا جدا جدا، خيانه عظمى، ان انا وولادي واهلي نبقى مش محميين في الهواء، نبقى موجودين في الهواء. خيانه عظمى لجيل من الشباب شاف قبلينا. خلي بالك احنا اتعلمنا ان احنا نخاف طبعا ونمشي جنب الحيط. دي المشكله علمونا فعلا، علمونا المدارس وكل حته. تمام احنا اتعلمنا ده بس عايز اقول لك لما الشباب دول رغم انهم عندهم جرأة فظيعه جدا، رغم انهم عندهم خبره ضيقه وما عاشوش ايام زي اللي انا عشتها زمان. يعني انا زمان عشت، معلش انا يعني انا اكبر منكم، فانا اقول لك انا عشت يعني في 73 كنت طفل بس عشت الحرب، بس طفل فاهم يعني، طفل واعي. فشفت والدي بيحط الشريط الازرق على الازاز
وعشت الخوف والرهبه من اسرائيل والبلد، وعشت عصر الانفتاح، وشفت حاجات كتير جدا حصلت في البلد. فما بقتش متخيل ان احنا بعد 30 سنه احنا بنخاف من بعض وبنخاف بالطريقه دي، ان هيبقى لنا موقف بالطريقه دي. فكنت كل ما بشوفهم ابقى واقف منبهر، اتفرج على التلفزيون وابقى منبهر. وانا نفسي انا عندي منبر تاني بقدر اتكلم منه، زي المنبر اللي انا بتكلم منه دلوقتي، بتكلم من خلال الاعلام، من خلال التلفزيون. بس انا من شخصيتي كده، انا ما بحبش اركب موجه او اركب على احداث. انا ما بحبش اخد من نجاح موقف واعمل موقف بطولي واجيب كاميرا وتنزل تصورني في ميدان التحرير عشان اعمل بطل. لا، الكلام ده كله ومش العكس، هو برضو الصحيح، ولا كده ولا كده. انا ولا هو موقف محايد. انا موقفي، انا راجل وطني، انا مع الثوره طبعا، انا مع مين هيكون مين مع الفساد. اصل اللي مع الثوره ده هو ضد الفساد، كل من مع الثوره هو ضد الفساد، كل اللي مش مع الثوره هو مع الفساد، لان الفساد كان كميه كبيره جدا جدا. ومش معنى كده برضو ان انا اوافق على ان احنا نعمل قوائم سوداء للناس. خلاص، الناس في حاجه اسمها تسامح وفي حاجه اسمها ديمقراطيه. تمام، صح. ان دول في النهايه اهالينا، وبعدين هم مش فاهمين زيهم زي ناس كتير جدا كانت مش فاهمه. انا اتحدى ان اي حد لغايه النهارده معاه مستند يثبت ثروه اي حد من الناس اللي اتمسكت كام. لا طبعا محدش. لكن في معلومات عن حاجات، وناس بتطلع تتكلم، انت متاكده او انت متاكد ان اللي بيطلع يتكلم في التلفزيون مثلا يقول لك انا جايب ارقام ان في كذا وفي كذا، انت متاكد ان الكلام ده 100% مظبوط؟ لا طبعا. لكن عندك شك كتير جدا ان الارقام كبيره قوي، مظبوط ولا لا؟ بس في فعلا نصب. فانا بتكلم من المنطق ده، انا ما نزلتش اخد موقف حاجه ماسكها في ايدي مظبوطه جدا جدا. طب ما انا طلب مني ان انا انزل اعمل مظاهره مؤيده لمبارك، عايز اقول لك طبعا ضحكت جدا جدا واستفزيت وزعقت في الناس اللي قالوا لي كده، وما عملتش الموضوع ده. فطبعا انا يعني مش بتكلم بقى عن موقفي، انا مش موقفي الناس عارفاه واضح جدا يعني لكل الناس. انا بتكلم دلوقتي عن احنا بلدنا محتاجه ايه، وده اللي المفروض نتكلم فيه. معلش انا طولت في الموضوع ده، بس هو المفروض الموضوع ده كنا نتكلم فيه الاول، بس انا يعني انا حبيت عشان بس المستمعين كنت انت وحشهم، فما حبيتش نبتدي بالموضوع. لا، انا هقول لك انا وجهه نظري ايه. انا وجهه نظري احنا نبص لبكره، والناس اللي بتتحاسب دي بعد محاسبتها ايا كان، حتى لو في ناس هتاخد وقت قليل او وقت كتير، تحدد باقامه جبريه بره مصر. وانا شايف ان في مشروع كنت لسه بتكلم فيه مع ناس النهارده، مشروع ان البلد كلها ممكن يجي لها مش مليار، يجي لها 200 مليون دولار. ازاي؟ ان كل مليون واحد من رجال الاعمال الاقوياء جدا، كل واحد فيهم هيدفع مليون جنيه مش على سبيل التبرع. انا عايزكم تسمعوا الموضوع ده كويس جدا. مليون جنيه مش على سبيل التبرع، هتخصم من ضرايبه على 10 سنين. كل واحد بيدفع مليون جنيه كل سنه، 100,000 جنيه. طبعا ممكن يقول انا المليون جنيه هتعمل لي كانت فوائد، ياخد نسبه خصم على قد الفوائد اللي كان هياخدها. فبالتالي الدوله هتحصل على دخل بالظبط على رقم كبير جدا، على حوالي 200 مليار. خلي بالك رقم كبير جدا. ف ال 200 مليار دولار طبعا دول انا شايف ان هم كافيين جدا ان هم في خطه خمسيه، بس تبقى الخطه محطوطه مظبوطه في التعليم. طبعا في التعليم، في الزراعه، في الصناعه، في كل بقى يعني كل الكاتيجوريز دي كلها. تيجي كل الناس تعمل سكادول كده لكل الخطه خمسيه، وبصرف النظر عن وجود رئيس او ما فيش رئيس، ونجيب الخطه الخمسيه دي. وانا شايف ان بلدنا ساعتها هنكون احسن من امريكا. يعني بجد يا رب، يعني يا رب فعلا الموضوع يعني هو رأي بسيط، يعني بسيط ايه ده رأي، يعني يا رب يعني ده بعد تفكير رب المسؤولين بقى يهتموا، يبقى الموضوع بجد سيريس. طيب ايه اللي انت بقى بتحلم بيه على الصعيد الشخصي كفنان وكمواطن عادي، ومصر بتحلم ايه كمان لمصر؟ انا برضو انا عايزكم يعني كل الجمهور اللي بيسمعني يدخل على اليوتيوب يشوف الحلقه بتاعتي مع عمرو الليثي. ما سالني بتحلم ايه لمصر قبل الثوره الكلام ده، فقلت له بحلم بمشكلتين. قال لي ايه المشكلتين دول؟ قلت له مشكله النظافه ومشكله النظام والمرور. والله المرور والله قلت له كده، قلت له مشكله النظافه، مشكله المرور.
قلت له لان الحاجتين دول هم اللي دول اهم حاجتين في السلوك الحضاري. وقال لي الازمه ايه؟ يعني الازمه ايه في الموضوع؟ قلت له الازمه ازمه ضمير، ان احنا عندنا الضمير غايب. كل واحد بيحس بيعمل حاجه بيحس ان مفيش حد شايفه، مع انه عارف كويس قوي ان ربنا شايفه، شايف ان هو بيعمل حاجه غلط. انا شايف ان احنا لو كل واحد اجتهد في عمله، مش كلام كده وخلاص، لا يعني انا شايف بشوف السلوجانز كلها اللي بتيجي على التلفزيون، ما تكسرش اشاره، ما تعملش، ومع ذلك بنزل الشارع بلاقي عربيه نص نقله جايه في وشي فيس تو فيس، وواحد بيعدي والله حاجه. انا حاسه الموضوع قلب مع الناس، يعني بقوا بجحيم، يعني فهموا الثوره غلط. الثوره او الحريه مش معناها الفوضى، مش معناها الفوضى يعني. فلازم الناس تفهم الكلام ده كويس جدا. يا جماعه احنا اللي بتعملوه ده غلط في حق اولادكم. وانا بكلم كمان الناس اللي هي الشعبيين الطيبين، سواء الميكروباص والناس الراجل اللي واقف يبيع في الشارع والناس. يا جماعه يعني انا بقول كلمه بس، يعني الضمير، اتقوا ربنا وتصرفوا صح. بس احلى كلمه. معانا اتصال تليفوني. الو، وهيبقى اخر اتصال. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. مين؟ ازيك يا استاذ؟ الحمد لله تمام. مين معانا؟ عايز هميس. هميس، ازيك يا هميس؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا اسمع؟ ساره اللي موجوده. ساره ونسمه واحد. ساره ونسمه واحد. ربنا يخليك. ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك انت يا حبيبتي؟ معانا السوبر ستار مصطفى قمر، تحبي تقولي له ايه؟ هميس، انت اسمك هميس؟ ايوه. الله، انت عارفه رشدي اباظه فين؟ انت عارفه الفيلم ده؟ عارفه طبعا. شفتي بقى انت كده؟ انت مصريه اصلا طبعا، يعني عشان الاسم ده مصرية أصيلة. الفراعنه طبعا. ولا لا؟ ولا انا غلطان؟ عايشه جنب الفراعنه، جنبهم كلهم. انا من الاقصر تقريبا. الله، عشان كده شفتي بقى انا جبت ازاي من الاسم اهو. ازيك؟ ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله. عندك اي اسئله عايزه تساليها للسوبر ستار مصطفى قمر؟ عايز اعرف ان هو هيعمل حاجه جديده في رمضان اللي جاي ده ولا لا، يعني مسلسل كده، يعني زي المسلسل اللي عدى قبل كده. لا طبعا انا ما لحقتش. انت شايفه الامور مشيت ازاي. ان شاء الله يعني. لا رمضان ده هيبقى صعب، لكن انا ان شاء الله بمجرد ان رمضان ينتهي ان شاء الله، ولو الامور استقرت زي ما كلنا متوقعين ومتفائلين ان شاء الله، هبدا فورا ان شاء الله في ان انا ادخل تصوير الفيلم بتاعي وانهي المكساج بتاع الالبوم بتاعي ان شاء الله. طب انا عايزه اطلب منك اغنيه. اتفضل. اغنيه دينيه هي بتاعت اسمها سبحان الله. اغنيه بحبها قوي. نفسي تقولها لي. حاضر، انا هشوف الامكانيه ايه وهقول لك، ولو ما كانش هسمعها لك. على فكره انت عارفه ان الاغنيه ديت انا كنت عاملها لوالدتي الله يرحمها، من الاغاني اللي انا بحبها جدا. اخترتي اغنيه مميزه قوي عندي. شكرا، ربنا يخليك. شكرا. ميرسي اتصالك يا هميس، احنا تون ندالها دلوقتي. شكرا. سمعنا ايه نختم عليه؟ كانت ايناس هندستنا الجميله عايزه تسمع ايه مثلا؟ البحر. انا رايي، طب هقول لك عايزه انا بعت قبل كده برضه. حاضر. هاي نوسة خلاص، هاي نوسة بتسقف اهي يعني مبسوطة جدا. في حد بيضحك على البحر كانوا الناس كتار، تحت الشمس المفروضين. على البحر كانوا الناس كتار، تحت الشمس المفروضين. متجمعين مستنيين الشمس لما تروح تنام. قصر الكلام انا كنت واحد من اللي قاعدين حيرانين. على البحر كانوا الناس كتار، تحت الشمس المفروضين.
بجد الله يعني مفيش كلام يتقال بجد يعني ما شاء الله بجد بجد نورتنا النهارده واحنا سعداء فعلا بوجودك معانا هنا بجد والله يا مصطفى. وقتنا خلص بسرعه جدا بجد، نورتنا وشرفتنا. بالعكس انا حسيت ان انا طولت عليكم يعني. لا بالعكس احنا عايزين نطول. انا نفسي اطول، انا لو بس تديني الامكانيه ابعت لك بكره. ربنا يخليك، واكيد هنتقابل تاني ان شاء الله. وان شاء الله العمل الجديد لازم ان شاء تبقى الله. معانا. الاعمال الجديده انا يعني انا بجهز حاجات مع حميد ومع طارق ومع محمد مصطفى، دول انت عارفه الناس دي يعني لازم بقى تشوف عندنا. ان شاء الله ان شاء الله. انا لسه والله احنا يعني مفيش حاجه، بس ممكن اسمعك يعني كوبليه كده من حاجه. يلا تكدوز على رحاب FM في احلى كلام مع الاخوات. انت عارف يعني ايه تكون وحشني وانت جنبي، انت عارف يعني ايه عيش بقلبك مش بقلبي، يعني من نفسي واخدني قبل حتى ما توعدني، بنسى كل دنيا هم بلمسك واخدك في حضني، يعني مش محتاج تقولي كل شيء جواك واصلني، ده انت لو دورت فيا هتلاقيك جوايا كل. الله الله، دي من الحاجات الجديده اللي لسه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. بجد سوبر ستار مصطفى قمر نورتنا لتاني مره، وبجد انا فرحانه جدا. حالف لي الحظ ان انا اكون معاكي الحلقه دي. سامعه يا نسمه؟ هي نسمه واقفه اهي جنبي ومتغاظه جدا. موجوده في الاستوديو. لا ده شرفتنا يعني. منوره يا نسمه، الف سلام عليكي يا حبيبتي تاني. وعايزه اشكر النجمه واختي وحبيبتي الجميله منى فضالي على وجودها معايا، هي فاجئتني. دي مفاجأة جميلة والله، ظهور منى فضالي يعني وبتاع. فاكرة منى عاملة معايا لا طبعا بتغني رمضان جانا، فاكرة؟ وبعدين ايه تاني؟ وبعدين ميمو بجد نورتيني يا حبيبتي، ومش قادره اقول لك بجد انا مبسوطه قد ايه انك كنت معايا في اول حلقه ليها. المفروض منى تسلمي على الناس يعني. تعالي يا منى من فضلك بسرعه. يا منوش منى ميمو دلوقتي. يلا مش مشكله، بعدين بيني وبينكم بقى هبقول لكم عملت ايه. سر قربي من المايك شويه. راسك وبتزعل. مساء ميمو، ميرسي ليكي يا حبيبتي بجد ونورتيني. انا مبسوطه ان مصطفى موجود، انا كمان جايه عشان خاطر مصطفى والله. ميرسي يا منى. والله العظيم. بصي هذا اخويا. لهم الجزء بتاع لا بقول لك يلا خش على الهوا. يا عم انت عشان خاطري لازم. يلا بقى يا ميمو بقى. رمضان كنت هناك معاكم الطفلة منى فضل. معاكم دندورة نتمنى لها ألف خير ونروح مع سود عيونه يا ولا ونختم بيه. يا ولا يا ولا.